السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من اف سي 26. النهارده طبعا اول فيديو بالفيس كام، ولكن ان شاء الله بعد كده هتشوفوني بالفيس كام على طول، وهتشوفوني دايما في كل الفيديوهات. نعرف ان احنا قطعنا بقالنا كتير، بس ان شاء الله مش هنقطع تاني وهنرجع تاني للفيديوهات. بس قبل ما نبدا الفيديو تقديرا للمجهود ده، انزلوا تحت اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك، ويلا بينا نبدا. طبعا يا شباب انا عارف ان احنا قطعنا بقالنا كتير جدا، ولكن ان شاء الله يعني مش هنقطع تاني. وانا عملت على فكره في الفتره دي حاجات كتير جدا في الفريق، بس انا ما كنتش بصور. يعني انا كنت بس بلعب، يعني بدخل العب بس الرايفلز والشامبيونز على السريع، بس ما كنتش بصور يعني. بس ان شاء الله من هنا ورايح هنصور يعني لاخر اللعبه. فزي ما انتم شايفين ده الحدث اللي نزل دلوقتي، حدث تعبان وحاجه تقرف، خلى سعر الايكونز اصلا في الارض. يعني دلوقتي بقى ان يجي لك حاجه من الايكونز، اصلا في ايكونز من دول، عايز اقول لكم ان في ايكونز من دول ب 12000، يعني صباح الفل. اول حاجه عايز اعملها ان انا اوريكم التشكيله، عشان التشكيله بتاعتنا بقت احسن بكتير من المستوى يعني اللي انتوا شفتوه في الاول. وهي دي يا شباب التشكيله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. عندنا طبعا جارسيا من اول من اول اللعبه تقريبا، هو الحارس بتاعي من ساعه تقريبا اخر فيديو انتوا كنتوا اتفرجتوا عليه. مش فاكر انا كنت حاطط جارسيا ولا لا، بس من ساعتها تقريبا هو الحارس بتاعي. كنت عمال اطور فيه اصلا لغايه ما خليته 90. وزي ما انتوا شايفين كامبل ده يا جدعان، يا جدعان كامبل ده طلع لي 6 مرات. يعني انا فتحت باكات، كنت بحوش يعني باكات للسيزون اللي قصدي للحدث اللي فات. وفتحت الباكات، وكل ما يطلع لي حدث افرح، وبعدين في الاخر الاقيه كامبل 6 مرات. كامبل منهم كامبل الصغير اللي هو بيبي كامبل، ومنهم كامبل ده انا مش عارف اعمل فيه ايه. بس يعني حطيت واحد منهم مدافع وهو ربنا يكرم. عندنا ديسايه عشان انا كنت شحنت السيزون اللي فات، فجبت ديسايه. جبت طبعا معاه اوين واللعيبه اللي كانت في السيزون اللي فات، ورميتهم كلهم في تحديات لانهم اصلا كانوا ما يستاهلوش يلعبوا. عندنا البنت دي انا اقسم بالله مستغرب، والله العظيم مستغرب ازاي اونا باتلي دي بتمسك الظاهره وتزقه وتديله كتف وتطلعه بره الملعب تقريبا، وتوقعه كمان. انا مش فاهم ازاي، بس هي يعني عامه ثابته في تشكيلتي مش بطلعها. طبعا المعلم ده انا والله العظيم انا لو لاقي اي حد بس احسن منه هطلعه على طول، لانه اصلا ما يتلعبش بيه. بس ما علينا، ادينا حاطينه وخلاص. عندنا بقى يا شباب كامافينجا ده انا عايز اقول لكم ان ده اكتر لاعب لعب مباريات في تشكيلتي من اول اللعبه. يعني كامافينجا انا تقريبا ما طلعتوش ولا مباراه، كل المباريات بيلعب معايا، وبصراحه من احسن لعيبه في تشكيلتي. وعلى فكره هو تقريبا النهارده او بكره هينزل له تطويره، يعني اللي هي ماكس 90، فهتطوره وتخليه جامد جدا. بس انا مش عارف التطويره دي بكام، يعني الله اعلم هيبقى معايا فلوسها ولا لا، عشان في حوار الفلوس ده فيه حاجات كتير عايز اقولها لكم بعدين. عندنا البرنس ده اوستر وولد ده، انا اصلا اول مره اعرف ان في لاعب اسمه كده، وما كنتش اعرف اصلا ان يعني اللاعب ده جامد للدرجه دي غير لما انتشر يعني في الكوميونتي ان اللاعب ده جليتش حرفيا ملوش حل في الدفاع، فحطيته يعني الظهير بتاعي. عندنا بقى ايناكي ويليامز، في حاجه انا مش فاهمها يعني. بصوا كده، ده سعر لاعب انا اقسم بالله ما شفتش منه اي حاجه حلوه. يعني انا مش عارف، بس انا تقريبا اللاعب ده انا مش حاسه يستاهل مثلا 40,000 او 50,000. معرفش انا الوحيد اللي كده ولا هو الناس كلها حاسه كده. انا شايف واحد هو عامل مزايده ب 335 عادي جدا وبيشتروه، واصلا كان معدي النص مليون، يعني قبل فتره كان معدي نص مليون. انا مش عارف ليه، بس ما علينا، ادينا حاطينه خلاص، يعني حاطينه احتراما لسعره والله مش اكتر. انا اصلا ما عنديش حد بديل ليه حتى. عندنا اللي اسمها هيبسي دي، والله العظيم دي من احسن اللعيبه اللي انا عملتها، ومن احسن الكمات اللي في اللعبه بجد. انا اصلا حطيت لها زي ما انتم شايفين البلاي ستايلز بتاعتها، حطيت فينيس شوت، وحطيت اللي هي انسايسيف، وحطيت كل بلاي ستايلز الباصات تقريبا. فعايز اقول لكم ان هيبسي دي من احسن اللعيبه اللي عندي في التشكيله تقريبا. طبعا معروف لا يعرف، انا مش هتكلم كتير. بينا جلitch السنه وجلitch اللعبه كلها، ويعني مهما حاولت انك تقلل منها او تطلعها من تشكيلتك، هي لازم برضه تفضل موجوده. اي نعم بتضيع كتير الفتره دي، وبقت يعني اسوأ من الاول بكتير، بس مش عارف انا تقريبا مش لاقي حد بديل يعني. نيجي لاعظم لاعب، يعني مش عارف اقول لكم ايه، اعظم لاعب في فيفا كلها، اعظم لاعب في اللعبه ده، احسن واحد دخلته تشكيلتي من يوم ما اتولدت، من يوم ما بدات العب اللعبه دي. يا جدعان انتوا شايفين الارقام؟ انا مش عارف، دي ارقام طبيعيه؟ 542 ماتش و455 هدف و282 اسيست، يعني مساهم في اكتر من تقريبا 800 جول في 500 مباراه. ده ميسي في، يعني احسن من ميسي تقريبا في عصره. هو طبعا لما جالي كان بيبي كرويف 87، بس انا طورته يعني مرتين كده وخليته 91. خليني دلوقتي احط اي حد كده في الدكه على طول، وعشان نبدا كده نلعب. زي ما انتم شايفين دي الدكه بتاعتي، عندي زانيتي وفيرتز التيم اوف ذا ويك، وعندي ويلسون وشويه ناس يعني كده، ممكن يعني ننزلهم بدلاء مش عارف. لكن انا عايز اوريكم انا في ديفيجن كام دلوقتي. زي ما انتم شايفين انا في ديفيجن 3، وديفيجن 3 ده الجحيم والله، الجحيم. انا اصلا طلعت قبل كده ديفيجن 2 وعمال ارجع تاني، مش عارف اطلع، مش عارف استمر في ديفيجن 2. انا كل ما اطلع انزل تاني، والديفيجن ده جحيم. كل ما اوصل اصلا لجيم التاهل ده انزل ماتشين.
فبسم الله كده دي التشكيله اللي هنلعب بيها اول مباراه، والكيمستري 31، ويلا بينا كده نبدا ونشوف هنعمل ايه. بس يا شباب ما تنسوش اللايك يعني كده، اصل احنا قطعنا بقالنا كتير والقناه التفاعل فيها هيبقى ميت، فالموضوع مش ناقص يعني. فانتوا ادعمونا كده بلايك وظبطونا كده في السبسكرايب وبتاع، وان شاء الله هتلاقوا محتوى كتير جدا الفتره الجايه. انا عارف ان انا بقول لكم كده كل مره وبقطع، بس يعني مشوها لي ان شاء الله مش هقطع. مونت بريلير ولا تقريبا حاجه زي كده، انا ما لحقتش اشوف الاسم. اه معاه نوير اللي هو بتكسبه من 50 ماشي. يا جدعان هو عامة أصلا مطور بوجبا التطويرة اللي كانت ب 500 ألف، يعني في تطويرة كده نزلت بنص مليون هو طوره عادي جدا ولا أي حاجة. ومعاه كرويف، ويعني الدنيا معاه الله أكبر يعني، فربنا يستر كده ونشوف هنعمل إيه. إن شاء الله المستوى يتحسن يعني على المستوى اللي أنتوا شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت. ونعرف كده نكسب يعني إن شاء الله. مع ان دلوقتي الدنيا بقت اصعب يعني. يلا يا كرويف، يلا يا كرويف، يلا يا كرويف، لسه بقول فيك شعر يا كرويف يا جدعان والله العظيم. هو يعني انا مش عايز اقول لكم ان ده احسن لاعب انا لعبت بيه تقريبا في حياتي. ايه يا جدعان اللاعب ده ما بيضيعش معايا ومش عايز. خلينا بس كده نلعب الاول ونشوف الجون اللي هيدخل فينا ده دلوقتي. يا عيني يا عيني يا ديساي والله. طيب يلا يلا بينا بينا بينا. افتحي لي طيب. ايوه كده. يلا. اه حرام والله، شفت طلعها ازاي معاه اندريك. انا مش عارف هو يا جدعان، هو في ناس ممكن تجيب اندريك؟ انا بجد مش فاهم. وبيطوروه بيخلوه ايه يا استاذ كامبل. استاذ كامبل حبيبي انت، مش عارف ليه سبت الكرة كده يعني. طيب ركنية ربنا يستر. الواد معاه ستريك، انا لسه ملاحظ الواد معاه ستريك ماشي. طيب حلو يا كامبل يلا بقى. يا جدعان هو ده ويليامز، انا اصلا مش حاسه حتى سريع. بصوا بصوا. هيجيبني انا عارف والله، مش سريع يا جدعان والله، مش ما يستاهلش نص مليون ولا 350 الف ولا ايا كان يعني، ما يستاهلش. احنا ماشي. اخدنا الهدف الاول طيب. ماشي احنا لسه يعني اول ماتش معروف اصلا ما بيتحسبش، احنا قايلين من زمان ان اول ماتش ما بيتحسبش. وعامة يعني ان شاء الله هنكسب باذن الله، بس لو كسبنا هيتحسب ها. لا تعالى. طب يعني هنبتديها كده. ماشي الحمد لله. يا راجل يا دي صايه والله راجل. يلا يلا يلا. يا جدعان هو كرويف، اقسم بالله هو. اقسم بالله هو يا جدعان يا جدعان والله هو. يا عيني والله. اسيست عالمي. يلا. يا جدعان بيريز ده مستفزني استفزاز اقسم بالله. يا استاذه. استاذه لسه بقول فيكي شاعر، وبقول ان دي احسن الكمات اللي الرجاله لو خدوا برايي ممكن تقريبا يدعوا عليا، فركزي معانا شويه يعني. انا مش عارف كامبل ده فلوسه حرام ولا. اول ما تشوف واحد بيشغل لك التكنيكال تعرف ان انت يعني خلاص هتاخد هدف. بصوا والله عارف. هو اول ما تشوف واحد بيشغل لك التكنيكال بلس تعرف خلاص اللي فيها. مش كده، ما عنديش ولا لاعب عنده تكنيكال بلس يعني، ربنا يصلح الحال. حلوه. يلا يا بينا 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 يا جدعان. خلاص خلاص ما خلص الكلام فيه، خلص فيه الكلام والله. كرويف ده خلص فيه الكلام، اعمل ايه تاني. خلاص 3-1 وان شاء الله نكمل كده، بس ان شاء الله نكمل كده عشان لعيبتي بيتعبوا اصلا. تقريبا هم لعيبتي اخرهم شوط يعني، بعد الشوط التاني بتلاقيهم كده. مش عارف اقول لكم ايه يعني. يلا يا بريز يلا يا بريز، حلوه والله يا بريز ماشي يلا. يلا. انا اسف ان انا قلت لك حلوه يا بريز، هي تقرف. يا عيني يا عيني يا عيني يا بينا يا سلام. ارضيه من الكتاب بصراحه، بس هو عامه يعني هي ما بتعملهاش معايا كده والله، بتضيعها كتير، بس الحمد لله يعني ان هي جابتها دلوقتي. طيب خلص الشوط الاول والحمد لله 4-1 اظن يعني ممتعكم وموريكم متعه بصريه، بس يعني تقديرا كده لازم تعملوا لايك يعني، من دلوقتي ما حدش هيكمل معاه الشوط التاني غير لما يكون عامل لايك معلش يعني. طيب يلا بينا بقى كده الشوط التاني، وربنا يكرم ان شاء الله ونخلي الواد ده ينسحب، او مثلا نجيب فيه سكور عالي عشان ايه يبقى كده اول افتتاح للماتش يعني في القناه، يبقى حلو يعني. يا سلام. يا سلام. يا سلام اقسم بالله يا جدعان، مهاره مهاره ومتعه. متعه ومهاره. والله متعه ومهاره. والله متعه ومهاره. مش عارف اوصفه، مش عارف اللاعب ده يعني. جدي. جدي كرويف. يلا كرويف يلا يا بينا 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 كرويف. لا يا كرويف لا يا كرويف، الواد ده ستارت والله فكرها جول اصلا. الواد كان هينسحب، ماشي هنخليه ينسحب ان شاء الله الهجمه الجايه. بس استنوا عليا. يلا. يا عيني يا عيني يا عيني على المتعة، يا عيني على المتعة، يا عيني على المتعة. مش هحتفل احترام وتقدير، مش هحتفل عشان الواد يعني هينسحب وخلاص كده. يا شكرا راجل محترم، واللي بعده يلا هاتوا لنا اللي بعده بسرعة.
6-1 اول ماتش. يعني مش عارف اعمل لكم ايه تاني. دلوقتي احنا دلوقتي في اخر السيزون، وانا عايز اشتري السيزون ومعايا 450 الف، والسيزون فاضل له اسبوع بالظبط. يعني هو بعد اسبوع من النهارده، من وقت نزول الفيديو ده هيخلص. هو انا هنزل الفيديو ان شاء الله في نفس يوم التصوير يعني. السيزون هيخلص وانا دلوقتي في ليفل 28. الاكس بي مش مشكله، انا كده كده هقفل الاكس بي سهلين يعني. بس الفكره في ال 500 الف، وهل السيزون ده يستاهل ال 500 الف ولا لا؟ انا مش عارف. بس يعني لو حد ليه راي كده ممكن يديني رايه في الكومنتات. يعني هو السيزون ده اصلا فيه ريفالدو، وانا بفكر جدا بصراحه ان انا اخد ريفالدو والعبه بدل بريس اللي عندي ده اللي مشلول ده. ومش عارف بصراحه يعني هو يستاهل فعلا ال 500 الف ولا لا، غير الباكات طبعا اللي هتجيلي. انا يعني متحمس برضو للباكات عشان تيم اوف ذا سيزون انتوا عارفين هينزل يعني. بس ان شاء الله اعرف اجمع الفلوس، وبعد كده الحلقه الجايه ان شاء الله اشتري معاكم السيزون ونفتح الباكات سوا، او مثلا ممكن نستنى تشكيله الدوري الانجليزي ونفتح الباكات بعدها. فبس كده، ده كان فيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يكون عجبكم وعجبكم الفيس كام كمان. لو في اي تعديلات او اقتراحات عندكم يا ريت تكتبوها في الكومنتات، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وكان معاكم يوسف، مع السلامه. مش عايزين نقطع تاني، اعملوا لايك.